هو الحاجة الوحيدة اللي بتصبرني على الغربة. هلو عاملة ايه؟ عاوزة ادردش معاكي النهاردة شوية عن الغربة واحكي لك شوية عن القصص اللي انا عشتها هنا في ألمانيا، ونتكلم على المشاعر اللي بنحسها في الغربة. المشاعر اللي بنحسها في الغربة قوية وهيفهمها اي حد جرب ان هو يبعد عن اهله او يبعد عن صحابه. مشاعر وحدة، مشاعر احساس بالذنب ان انا بعدت عن الناس اللي انا بحبها، مشاعر احساس بان الحمل تقيل عليا والمسؤوليه كبيره قوي وشايلها لوحدي، احساس بانعدام الهويه، لا انا عارف اندمج في المدينه او البلد اللي انا عايش فيها، ولا حتى لما برجع اجازه في بلدي بحس ان انا مرتاح وان انا كده فعلا في بلدي. ده غير بقى افكار ستات اللي بتضطر ان هي تسيب شغلها في بلدها علشان تسافر مع جوزها، فتقعد تفكر انا كده ضيعت مستقبلي، انا كده بدمر حياتي. فكل الافكار دي افكار سلبيه وكلها مشاعر سلبيه. يجي بقى واحد يطلع كده يقول لي ايه، طب ما انتوا اللي عملتوا كده في نفسكم. صح، تصدق عندك حق، احنا فعلا اللي عملنا كده في نفسنا، بس احنا عملنا كده في نفسنا علشان ما كانش فيه اختيار تاني. احنا اخترنا الغربة وفي نفس الوقت الغربة اتفرضت علينا. احنا كنا بندور على فرص وحياة افضل لولادنا وما كناش هنعرف نعمل ده لو فضلنا في نفس مكاننا. فالغربة اتفرضت علينا وفي نفس الوقت احنا كمان اخترناها. انا عارفة ان التعامل مع المشاعر واننا نحس بيها ونقعد كده مع المشاعر احساس بيكون مش مريح خالص، علشان كده بنعمل اي حاجة عشان نهرب منها. واسهل طريقة اقدر بيها ان انا اهرب من مشاعري هي اني اروح اكل. بعد يوم طويل من المسؤوليات اللي انا شايلها لوحدي في الغربة اكيد ههرب من مشاعري دي واروح للاكل، وده فعلا بيسكت المشاعر بس مؤقتا، وبعدها بنلاقي المشاعر دي بتبقى اقوى اكتر بكتير من الاول، وبعدها بيجي معاها مشاعر تانية زي الاحساس بالذنب، احساس بالخزي، احساس ان انا خذلت نفسي، فبقى حاسس كده بشعور من الندم وقاعد كده في قوقعة من المشاعر السلبية مش عارف اخرج منها. ونروح بقى للاسطوانة بتاعت انا ما عنديش ارادة، انا ضعيفة. جسمك بعت المشاعر دي عشان يعبر عن احتياج عنده، وانت كل مرة بتلبي الاحتياج ده غلط، كأن بالظبط بيبي عمال بيعيط عشان محتاج ان انت تغيريه الدايبر، بس انت كل مره مصر ان انت تديله الببرونه. هو هيسكت لحظه وبعدها هيصرخ اقوى بكتير من الاول. انت محتاجه تتعلمي تفهمي مشاعرك وتفهمي هي جايه تقولك ايه بالظبط. كنت في سيشن من كام يوم لقيت البنت بتقولي الاكل هو الحاجه الوحيده اللي بتصبرني على الغربه. ساعتها والله قلبي وجعني عليها، وفي نفس الوقت قلبي وجعني على نفسي، لان افتكرت اول سنتين ليا هنا في المانيا لما كان الاكل فعلا هو الحاجه الوحيده اللي بتصبرني على الغربه. كان اكتر وقت سخيف بالنسبه ليا كان الوقت اللي بيكون فيه جوزي في الشغل. كنت ساعتها ببقى حاسه بوحده كبيره قوي، ما عنديش بقى صحاب انزل اشرب معاهم قهوه ولا نتمشى ولا نتكلم في اي حاجه، محتاجه اقعد اكتب رساله الماجستير بتاعتي واخلصها وافنشها. الليل بيليل بدري والشتا هنا شكله كئيب قوي، اكلم اهلي بالصدفه فيطلعوا لاي سبب كان مشغولين فما لاقيش حد اتكلم معاه. فبعد كل المشاعر السخيفه دي هتيجي حته الكيكه اللي في التلاجة ولا حته الشوكولاته اللي في الدرج هتهون عليا وتسكت المشاعر دي مؤقتا، واروح بقى اكل بدون بقى ما اكون متواصله مع جسمي واشوف انا جعانه ولا لا. لا، هي حاجه اوتوماتيك مخي اتعود عليها. انا عندي مشاعر معينه محتاجه اهرب منها، يلا نهرب منها على الاكل. مخي برضو مش سهل عشان يبرر الاكل اللي انا اكلته. كنت بقول لنفسي انا اتمشيت النهارده كتير فقشطه بقى اكل الاكل ده مش هيعمل معايا مشكله. المشي اللي انا في الاساس بتمشاه علشان بعاقب نفسي علشان تخينه ومحتاج اخس، فبدل ما ارجع من المشي ده ابقى في مود احسن وابقى رايقه ومزاجي متحسن، لا برجع مخنوقه علشان حاسه ان هو تاسك وحاجه بعملها علشان انا بعاقب نفسي، علشان انتي ما تستاهليش ان انتي تقعدي، انتي محتاجه تخسي ومحتاجه تنزلي وزنك، فانزلي بقى تمشي وتحركي يلا. انا علاقتي بالمشي دلوقتي مختلفه تماما. يعني انا دلوقتي المشي ده بالنسبه لي اكتر حاجه بحب اعملها في حياتي واكتر حاجه بتهديني، علشان انا دلوقتي مش بعملها عشان اعاقب نفسي ولا عشان اخس، انا بعملها علشان انا بهتم بصحتي النفسيه. تخيلوا ازاي المايند سيت شيفت ده الصغير خالص خلى نظرتي لنفس الحاجه مختلفه تماما. يعني المشي نفسه ما اتغيرش، لكن الطريقه او المعنى اللي انا مدياه للمشي هو اللي اتغير. على سيره المشي وانا بحضر للفيديو ده او الكلام اللي انا هقوله في الفيديو ده، يعني كنت ساعتها حسيت بمشاعر كتير قوي، لان انا قاعده عماله بفكر عشان عايزه اغير الفورمات بتاع الفيديو، وكمان كنت منزله ريل على انستجرام فكنت متضايقه شويه من الريل اللي انا منزلاه. انا عامه علاقتي بانستجرام دلوقتي مش احسن حاجه، حسيت ان انا مش مرتاحه وعندي كميه مشاعر سلبيه كتير قوي عليت في جسمي. فقلت لنفسي تمام، سيبي بقى اللي انت بتعمليه دلوقتي وتعالي نتمشى ونهدي كده افكارنا. وفعلا ما هدتش غير لما اتمشيت شويه. نرجع لموضوع الغربه تاني. بعد بقى ما قعدت شويه في المانيا وبدات ان انا اتعرف على ناس، حسيتش ان انا اقدر اقول عليهم صحابي زي صحابي في مصر. يعني معرفش هل انا الوحيده اللي بحس كده، بس انا حاسه ان مش انا الوحيده اللي بحس كده. يعني حسيت كده ان في حاجه ناقصه. يعني هم ناس جميله وصحاب وكل حاجه وبنخرج مع بعض وبنتقابل مع ولادنا والدنيا لذيذه وبنضحك وبنشارك كلام، بس في كده حته ناقصه انا مش عارفه احط ايدي على ايه الحاجه اللي ناقصه بالظبط.
لو انتوا كمان بتحسوا كده يا ريت تقولوا لي، وقولوا لي ايه الحاجه اللي انتوا حاسين ان هي ناقصه، اللي تخلينا نحس مع الناس اللي بنتعرف عليهم في الغربه نفس احساسنا مع الناس اللي احنا عارفينهم في مصر مثلا. فللاسف حتى بعد ما بنتعرف على ناس احساس الوحده بيفضل مكمل معانا. كمان لو مريتي بتجربه خلفه بعيد عن اهلك الموضوع بيكون صعب شويه، وبيكون فيه ضغوطات كتيره قوي. كده كده انا مش بقلل من تجربه اي ام ايا كان انت هتخلفي فين، الخلفه بتكون حاجه مش سهله وبنمر بتغييرات كبيره قوي في حياتنا. احنا كلنا كأمهات سوبر هيروز طبعا، بس لما بتبقي وسط اهلك في حد ممكن يشيل عنك شويه، ممكن تسيبي البيبي مثلا مع مامتك، ممكن تسيبي ابنك مع اختك وتنزلي تفكي عن نفسك شويه، ولا تتمشي، ولا تشربي كوبايه قهوه على مزاج. كل الحاجات دي مش متاحه لينا في الغربه. انتي لابسه الطفل ده 24/7 معاكي 24 ساعه في اليوم، انتي المسؤوله عنه وهو قاعد معاكي. فقدامي حل من اتنين، يا اما افضل عايشه في دور الضحيه واروح بقى للاكل يصبرني على الغربه اللي انا عايشه فيها، وافضل بقى متضايقه من حياتي وانا اتفرضت عليا الغربه ومش عارفه ايه، او اتقبل الوضع واتقبل مشاعري واقول لنفسي خلاص تمام انا حاسه بالوحده او انا مضغوطه في حياتي، انا هتقبل المشاعر دي واقوم بقى اشوف انا ممكن اعمل ايه علشان اساعد نفسي. انا حاسه بالوحده ده ملوش علاقه بالجوع، ده احساس وده احساس تاني خالص. واحد منهم بحس بيه في معدتي، والتاني جاي بسبب افكاري والطريقه اللي انا بشوف بيها الاحداث اللي بتحصل لي. انا خلاص تقبلت الشعور اللي عندي، سواء كان احساس بالوحده او كان بسبب الضغط والمسؤوليات. اشوف بقى انا ممكن اعمل ايه علشان اساعد نفسي. ايه النشاطات اللي انا ممكن انزل اشارك فيها؟ هل مثلا اروح اشترك في جيم؟ هل اشوف كورس بيلاتس مثلا او يوجا جنبي واروح اشترك فيه؟ هل انزل اتمشى كل يوم؟ احاول اكسر خوفي واحاول اتعرف على الناس. ازاي ممكن اضيف حاجات لليوم بتاعي تحسسني بالمتعه وفي نفس الوقت تخفف من عليا الضغط شويه؟ كله هنا صدقوني افكارنا ممكن تخلينا نعيش في جنه او نعيش في جحيم. وبالمناسبه انا ما قلتش للبنت في السيشن ان هي تبطل اكل، لان فعلا الاكل اداه لتفريغ المشاعر، بس ما ينفعش ان هي تكون الاداه الوحيده. انا علمتها ادوات تانية تتعامل بيها مع مشاعرها، وده فعلا ساعدها ان هي تقلل الاكل العاطفي. المشاعر مش عدو ولا الاكل كمان، المشكله ان احنا خلينا الاتنين ماشيين مع بعض. اي مشاعر عندنا مخنا على طول بيترجمها لان هي اكل وبقت عاده عندنا، بس احنا نقدر نبني عاده جديده عشان مخنا عنده نيروبلاستيسيتي. اقدر ان انا ابني عاده جديده، وكل ما اكررها العاده الجديده هتبقى اقوى والعاده القديمه تضعف اكتر واكتر. هقولك كده على تمرين بسيط قوي تعمليه النهارده. لو لقيتي نفسك النهارده رايحه للتلاجة، اقفي لحظه واسالي نفسك انا جعانه فعلا ولا بهرب من مشاعري وافكاري؟ انا حاسه بايه؟ انا محتاجه ايه علشان احس ان انا مرتاحه جوه جسمي؟ ممكن تكوني محتاجه تكلمي واحده صاحبتك، او تشربي حاجه دافيه، او تنزلي تتمشي 10 دقايق، او حتى تقعدي مع مشاعرك وتعيطي. ولو بعد كل ده لسه برضه عايزه تاكلي، اقعدي وكلي فعلا، بس استمتعي باللي انت بتاكليه وما تحسيش بتأنيب ضمير بعدها. وكلي كل قطمه فيها واستمتعي بيها، وخليكي موجوده مع الاكل اللي انت موجوده فيه، وخليكي في اللحظه. الهدف مش ان احنا نمنع الاكل، الهدف ان الاكل يكون حاجه بروح لها بمزاجي، مش بعملها وانا مش واعيه. انت محتاجه تتعلمي ازاي تفهمي مشاعرك وتسيبي نفسك تحسي بيها، وتبطلي تقاوميها وتفهمي هي جايه تقولك ايه. ولو انت زي ستات كتير في الغربه بتحسي ان الاكل هو الحاجه الوحيده اللي بتطبطب عليكي، فاعرفي ان ده بيتغير، وده بالظبط اللي احنا بنشتغل عليه في برنامج جسم المرتاحه فيه. بساعدك تهدي جهازك العصبي وتفهمي جسمك وترجعي تبني الثقه بينك وبينه تاني، علشان الاكل يرجع لمكانه الطبيعي. ابعتيلي رساله وهقولك كل التفاصيل. اتمنى ان قعدتنا النهارده مع بعض تكون كانت خفيفه عليكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. ستي مايندفul واشوفكم الفيديو الجاي.